طب تعالوا نقول التشكيل الأول. محمد شناوي في حراسة المرمى، أشرف داري وبيكهام بيقولوا عليهم. أنا ماشي متفق مع حاجة زي كده، وممكن كمان أقول ياسر إبراهيم وبيكهام يبقى أحسن. ناحية اليمين هاني، ناحية الشمال بيتقال كوكا أو مصطفى العش، دي برضه متفق عليها أوي، لأنك أنت لازم باك دفاع وباك هجومي. محمد هاني هو الهجومي، والعش هو اللي يبقى دفاعي، هيقفل برضه على ميسي عشان يجي من ناحية اليمين. في نص الملعب بين رمضان وإمام عاشور. وفي مركز ستة بيقولوا مروان عطية أو حمدي فتحي. لا، أنا نفسي يلعب بمروان عطية أو ديانج. لازم حد دستوري في نص الملعب كساحة ألغام، يدمر هجمات الخصم ويعرف يجري ورا الكورة. حمدي فتحي آخر فترة بقاله كذا سنة بيلعب تمانية، ما بيلعبش ستة، وما عندوش الحتة الدفاعية دي قوي. فنفسي مروان عطية أو ديانج، دي أول حاجة مختلف فيها. تاني حاجة مختلف فيها برضه في الدفاع، بيكهام أنا عارف حاجز مكانه. بس بيقولوا أشرف داري، أنا مش عايز أشرف داري ولا العيش، عايز ألاعب ياسر إبراهيم. اتنين تمانية ماشي تمام فيها. إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان. الأجنحة تريزيجيه أساسي، وسام لو جاهز، لو مش جاهز هلعب بجراديشار. وناحية اليمين بيقولوا طاهر. أنا نفسي ألعب بزيزو، لأن زيزو معاه ميزة حلوة جدا اللي هي عرضيات. أنت مش ضامن العرضيات هتجيلك إمتى والكورنرات هتجيلك إمتى، فأنت ممكن يفرش فيه أوي كذا كورنر، أنت المفروض تستحوذ بيهم أو تعرف تجيب منهم أجوان عن طريق زيزو. رفعاته كويسة، حتى إن هو بيعرف يرفع كور كتير من الثبات أو من الحركة. الميزة دي مش عند طاهر، وبرضه عنده الحتة الدفاعية اللي عند طاهر. فنلعب زيزو نبتدي بيه بما إنه هو فت 100% وجامد وجاهز. فنفسي نلعب زيزو. يبقى كده التشكيلة من وجهة نظري، بغير كم بيتقال من وجهة نظر الشناوي.